واخيرا الفيديو المنتظر. النهارده هنعمل مع بعض اكتر وصفه بتطلب مني، وطبعا هي الدونتس. بس النهارده هنعملها بقى الدونتس المخبوزه للناس اللي عندها مشكله مع الحاجات المقليه او بيخافوا ان هم يقلوها انها ما تستويش كويس معاهم. الوصفه دي بالنسبه لهم هتبقى منقذه جدا، فظيعه بجد. القوام بتاعها خفيف وهش جدا، وتحسوا كده كانها غيمه، يعني انتوا ما بتحسوش باي عجين كده وانتوا بتاكلوا فيها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا له لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. عشان نعمل عجينة الدونتس هنحتاج أول حاجة كوباية من الدقيق يعني 125 جرام، وهنضيف عليها ربع كوباية من السكر يعني 50 جرام، وكمان معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية حوالي 7 أو 8 جرام، وهنضيف عليها معلقة كده صغيرة بس مش مليانة قوي من الفانيليا، وطبعا رشة ملح، بس ما نحطش الملح مباشرة على الخميرة. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم السوائل. أول حاجة تلتين من اللبن الدافي يعني حوالي 160 جرام، و3 معالق كبار من الزبدة السايحة يعني 42 جرام، وكمان صفار بيضتين، يعني احنا هنحتاج بيضتين بس هناخد الصفار بتاعهم بس. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض كويس جدا لغاية ما يبقى معانا خليط سايل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما يكونش فيه اي تكتلات. يعني مهم جدا ان احنا نضربه كويس لغاية ما يكونش فيه اي تكتلات. بعد كده هنغطي الخليط ده ونسيبه من 10 دقايق لربع ساعة، او لغاية ما نلاقي انه بدأ يعمل فقاعات كده، يعني الخميرة بدأت تتفاعل. دلوقتي بقى هنضيف الكمية الباقية من الدقيق. احنا هنحتاج كوباية ونص من الدقيق تاني، بس هنضيف كوباية على طول، والنص كوباية التانية هنضيف نصها، يعني هنضيف كده كوباية وربع ونخلي الربع على جنب. هنضيفه حسب احتياج العجين، لان انواع الدقيق بتختلف ومش كلها زي بعض في كمية السوائل اللي هي بتحتاجها. هنلم كل المكونات مع بعض كده كويس جدا، ونشوف بقى العجينة. لو لقيناها بقى سايلة كده قوي مش ملمومة، نضيف بقى ربع الكوباية التانية، وبعد كده نبدأ نلم في العجينة بإيدينا ونعجنها كويس. لو حطينا ايدينا النظيفة على العجينة ولقيناها ما بتلزقش بالشكل ده، يبقى كده العجينة مش محتاجة دقيق تاني، هي كده محتاجة تتعجن بس شوية تاني. نحطها بقى على السطح اللي هنعجن عليه، ونعجن فيها تقريبا 4 ل5 دقايق لغاية ما تبقى معانا العجينة ملساء تماما، فيها سنة تلزيق خفيفة قوي. شايفين؟ هي دي الطريقة الصح اللي بنعجن بيها العجينة عشان تاخد او تدينا القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده بنلم العجينة، شايفين شكلها ملساء خالص كده من فوق ازاي؟ نلمها كده كورة كويس ونحطها في الطبق وندهن وشها بدهنة زيت خفيفة، ونغطيها ونسيبها تخمر 45 دقيقة او ساعة طبعا حسب الجو، المهم لغاية ما حجمها ما يتضاعف. بعد كده بنحط رشة دقيق خفيفة كده على السطح اللي هنفرد فيه العجينة. نحط فيه العجينة وبالنشابة نفردها بسمك يكون مش رفيع قوي، يعني السمك بتاعها بيبقى تقريبا حوالي سنتي او اكتر من سنتي، حسب انتوا بتحبوها مرتفعة قد ايه بعد التسوية. نحاول برضو واحنا بنفرد العجينة ان الضغطة بتاعتنا تبقى واحدة، عشان يبقى كل العجينة كلها بنفس السمك، عشان على قد ما نقدر الدونتس كله يطلع حجم واحد. عشان تشكيل الدونتس طبعا في قطعات مخصوصة للدونتس، بس لو مش متوفرة بأي حاجة مدورة نعمل بيها الدونتس، يعني نقطع بيها. أنا هنا هستخدم البتاعة المدورة دي، القطعة المدورة، ممكن حتى كوباية تقطعوا بيها الدونتس بالشكل ده. حاولوا بس تعملوهم جنب بعض كده عشان تطلعوا أكبر عدد من أول فردة احنا فردينها للعجينة بتاعة الدونتس. بعد كده هنلم طبعا العجينة الزيادة دي، وهناخد اللي احنا قطعناهم ونرصهم في الصينية اللي هنخبز فيها. الصينية بنبقى حاطين فيها ورقة خبز، لكن لو مفيش ورقة خبز ممكن ندهنها دهنة زيت خفيفة جدا. المقدار اللي احنا عاملينه ده يعمل معانا من 12 ل 15 واحدة من الدونتس، طبعا ده حسب السمك اللي هتبقوا فردينه بيه، وكمان حسب حجم القطاعة اللي انتوا بتقطعوا بيها. اللي انا استخدمتها دي حجمها او القطر بتاعها تقريبا 7 سنتي. بعد كده هنلم باقي العجينة طبعا ونفردها تاني. لو حسيتوها ان هي بتشد معاكم مش بتفرد بسهولة، ممكن تسيبوها 5 دقايق تريح العجينة، هتلاقوها بدأت تفرد معاكم كويس جدا. لو عايزين برضو تعملوا الدونتس اللي هو بيبقى مفتوح من النص، ممكن تستخدموا نفس القطاعة دي كده او كوباية، وتستخدموا اي قمع عندكم او غطا وتعملوا فيها فتحة في النص. بعد ما بنخلص التشكيل بنغطيه بقى ونسيبه يخمر للمرة التانية، تقريبا بياخد نص ساعة أو أكتر شوية لغاية ما حجمه ما بيتضاعف بالشكل ده. بنخبزه في فرن سخنة على 190، بنحطها في الرف الوسطاني، بياخد تقريبا من 10 ل 12 دقيقة لغاية ما بياخد لون حلو من تحت، ومن فوق بياخد لون شوية. ولو في مروحة طبعا بنشغلها. بنبقى محضرين نص كوباية من السكر، وممكن نضيف عليها كمان معلقة من القرفة لو نحب.
وكمان بنحضر معلقة كبيرة كده من الزبدة نكون مسيحينها، عشان الدونتس اول ما تخرج على طول وهي سخنة، اول بس ما نقدر ان احنا نمسكها بايدينا بندهنها بزبدة من فوق ومن تحت، وبنغلفها بالسكر اللي احنا محضرينه. ولازم ندهنها وهي سخنة، ما نسيبهاش تبرد، يعني احنا بنسيبها بس كده دقيقتين 3 لغاية ما نقدر ان احنا نستحمل ان احنا نمسكها بايدينا. هنعمل كده في كل الكمية بتاعت الدونتس، ندهنها كويس جدا زبدة من فوق ومن تحت، يعني من كل الجوانب، ونغلفها بالسكر. طبعا السكر لو خشن قوي ممكن تدوله طحنة كده بسيطة عشان يبقى متوسط، ما يبقاش خشن قوي. بس انا حابة بقى اوريكم القوام بتاع الدونتس عامل ازاي. بصوا لما بتضغطوا عليه بجد يعني هش جدا بشكل غير طبيعي. كده بعد ما غلفنا كل الكمية هنسيبها بقى لغاية ما تبرد عشان نعمل الحشوة من جوه. الأول هنعمل فيهم فتحات كده، ممكن تبقى بسكينة رفيعة زي كده أو ممكن بالعصاية بتاعت الشيش طاووق. وبعد كده هنبدأ نحشيها. طبعا ممكن نحشيها أي حاجة احنا نحبها. أنا هنا هحشيها ب3 حاجات، يعني هحشيها مربى فراولة، وكمان هحشيها بالشوكولاتة اللي هي قابلة للدهن، أو حتى ممكن نسيح شوكولاتة ونحط عليها شوية من اللبن عشان تبقى سايلة شوية ونستخدمها في الحشوة عادي جدا. وكمان لو في مربى حليب ممكن نستخدمها. كده بعد ما خلصناهم كلهم وحشيناهم بالحشوة اللي احنا عايزينها، بجد طراي جدا كده وهشين خالص، وطعمهم يجنن يجنن. بجد لازم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. الناس اللي ما بتحبش الحاجات المقلية هتنبسط قوي بالوصفة دي، حتى اللي بيحب الحاجات المقلية لو جربتوا دي هتعجبكم قوي. ده غير طبعا ان هي موفرة جدا عن ان احنا نشتريها من بره. شوفوا سعر الواحدة كام. احنا عملنا حوالي 12 او 14 واحدة بكوبايتين ونص من الدقيق. يلا بقى جربوا الوصفة وابعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.